فاكر لما حد قال لك إن التاريخ ملوش لازمة وإحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والاي اي؟ طب لو التاريخ ملوش لازمة، ليه معظم دول العالم والدول المتطورة لسه بتدرس تاريخ لحد النهاردة؟ خليني أحكي لك قصة صغيرة خالص. من كام سنة كان في معبد قديم عليه نقش، كل اللي يجي يعدي عليه يبص فيه ويمشي، أو يشوفه معه عبارة عن رسومات يسيبها ويمشي، لحد ما قرر عالم آثار إنه يقرأ الكلام المكتوب على الجدران. بعد دراسة النصوص اللي كانت على الجدار ده، اكتشفوا إنها بترجع لعصر فرعوني. بيقول إن السنة اتقسمت لثلاث مواسم، موسم منهم للحصاد، وموسم للفيضان، وموسم للزراعة. وعرفوا إزاي ينظم عملية الزراعة في مصر كلها لمدة عام كامل. في حملة نابليون على مصر اللي جات سنة 1798 اكتشفوا حاجة مهمة جدا، اكتشفوا حجر رشيد. بعديه سنة 1822 كان تم فك رموز حجر رشيد بواسطة العالم شامبليون. شامبليون عرف يفك رموز حجر رشيد، وبدأت كتابة التاريخ المصري القديم. سنة 1831 بدأ أول بداية ظهور علم المصريات، كان في فرنسا بواسطة العالم شامبليون. بعدها على طول ألمانيا وإنجلترا بدأوا في دراسة التاريخ المصري القديم. قبل الاكتشاف ده كانت الآثار المصرية ما هي عبارة عن أحجار صامتة ولا بتتكلم، ما هي إلا عبارة عن أحجار موجودة في أماكن أثرية. لكن بعد فك رموز حجر رشيد تم دراسة اللغة المصرية القديمة، وتم معرفة كل شيء على الآثار المصرية القديمة، وبدأت دراسة التاريخ المصري القديم. يعني لو بصينا المعبد زي معبد دندرة، هنشوف في الصالة الأولى من معبد دندرة مقسمة 7 بوايك. أول بايكة فيهم بتمثل الإله هانوت اللي هي معبودة السماء، هي ومحتضنة الأرض، بداخلها 6 من أبراج السماوية. وعلى الجزء الثاني المقابل هنلاقي برضو نفس المنظر ل6 أبراج سماوية التانيين. هنلاقي كل أشكال القمر اللي بتمثل يوم من أيام الشهر. هنشوف ساعات الليل والنهار، حاجات كلها تدل على علم الفلك وتطور علم الفلك، وبتورينا أن المصري القديم وصل لحد فين في علم الفلك، لحد الزودياك الأصلية اللي كانت في سقف المقصورة اللي تم سرقتها من قبل الفرنسيين، وموجودة حاليا في المتحف اللوفر في باريس. هنشوف في معبد زي معبد إدفو غرفة صغيرة فيها النقوش عبارة عن أشكال عمودية. الغرفة دي بتمثل كيفية صناعة العطور. العطور كانت عند المصري القديم ما هي مش عبارة عن روائح للجسد وبس، كانت علاقة أو كانت نموذج بيحسن العلاقة بين الإنسان والمعبود. كانت بتستخدم في الطقوس الدينية، كانت بتستخدم في تزيين أو عمل الروائح المقدسة. لو شفنا في معبد كومومبو هنشوف منظر التقويم، وإزاي المصري القديم قدر يقسم السنة ل3 مواسم. أول موسم منهم كان موسم الفيضان، والموسم الثاني موسم الزراعة، والأخير موسم الحصاد. إنما لو رجعنا البرديات اللي اتلقت في مصر القديمة زي بردية إيبرس، من أكبر البرديات الطبية، وتحتوي على أكثر من 800 وصفة علاج، أمراض القلب والجهاز الهضمي، كيفية استخدام الأعشاب والأدوية. دي تعتبر أقرب لموسوعة طبية كاملة. زي بردية كاهون المتخصصة في طب النساء، بتتكلم عن الحمل وأمراض النساء ووسائل تشخيص مختلفة. بردية هيرست فيها وصفات علاجية متنوعة بتركز على أمراض الجهاز البولي والدم والعلاج والأعشاب. زي بردية لندن الطبية، مزيج بين الطب والسحر، بتوضح أن بعض العلاجات كانت علمية وبعضها مرتبط بالاعتقاد الديني.
تخيل إن وجود برديات زي اللي تكلمنا عنها دي، والنقوش الموجودة في المعابد اللي تكلمنا عليها، احنا بقى بنبدأ من بعد ما الناس دي انتهت، مش لسه هندور على تجارب من الأول، لا، احنا بنبدأ من أماكن اللي انتهت بيها الناس اللي سبقونا دي. الحاجات اللي كل العالم دلوقتي بيحاول يدرس تاريخك عشان يعرف ان المصري القديم وصل لحد فين. الحاجات اللي انت او غيرك رافضين تسمعوا التاريخ عنها. شوف العالم بيفكر فين واحنا بنفكر فين. فلو عايز تعرف تاريخ بلدك، لو عايز تعرف هتستفاد من التاريخ ده ازاي، تابعني. سلام.